الوصفه ديال اليوم راه ماشي بيتزا، واخا كتبان لكم بيتزا، هذه فطيره معمره بالدجاج، والمذاق كيجي الروعه ما بين بيتزا والشاورما. وهانتوما هذا هو الشكل ديالها. المهم شي حاجه اللي غنعجنوا فيها، نعملوا 550 ملل ديال الماء دافي، غنزيدوا عليه 700 ملل ديال الزيت النباتيه، مغرفه كبيره ديال الزعتر، مغرفه كبيره ديال السكر، ومغرفه كبيره ديال خميره الخبز. غنضيفوا 600 غرام ديال الدقيق، وغادي نزيدوا مغرفه ديال الملح اللي كتبقى على حسب الذوق، وغادي نعجنوها. انا عجنتها 3 ديال الدقائق، وهذا كيكون الشكل ديالها، كتبقى خفيفه رطبه وما كتلصقش في اليدين. غادي نجيب واحد البول غنعملوا فيه الطحين، وغنعملوا العجينه ديالنا وغنغطيوها وغنخليوها حتى تختمر وتضاعف الحجم ديالها. هنايا عندي كيلو ديال الصدوره ديال الدجاج بطبيعه الحال اللي غسلتهم مزيان ونقيتهم وقطعتهم شرائح طوالين كيف ما هو موضح معنا في الفيديو. غنزيد عليهم 250 غرام ديال الياغورت طبيعي، مغرفه ديال الملح، بابريكا، تومه بودر، بصله بودر، توابل ديال الشاورما، اعشاب مناسبه للبيتزا، شويه ديال الابزار. وغادي نخلطوا كل شيء كيف ما هو موضح معكم في الفيديو. غادي نغطيوهم وغنخشوهم في الثلاجه ساعه المكانه. من بعد ما كتقول ساعه المكانه غادي نجيبوا واحد المقله غنعمل فيها مغرفه ديال الزبده والزيت النباتيه، وعلى عافيه مهيله غادي نعملوا ديك الدجاج ديالنا اللي بطبيعه الحال بقى ساعه المكانه مارينار. وغادي تشوفوا من بعد هو كيطيب وكيطلق الماء، وديك الشيء راه طبيعي حتى كينشف معكم وكيوصل لهذا القوام هذا. غادي ندوز غنضيف عليه 250 ملل ديال الكريمه ديال الطبخ، غادي نخلطوها شويه وغنخليوهم يطيبوا واحد جوج ولا 3 ديال الدقائق حتى يوصلوا لهاد المرحله هذه. صافي غنحيدهم فوق النار. غادي نجيبوا العجينه ديالنا، نتوما كيف كتشوفوا كيفاش اختمرت معنا. غادي نديكازيها وغادي ندوز نقطعها على 4 ديال القطع كيف ما هو موضح في الفيديو. صافي ومن بعد غادي نعملهم يرتاحوا وغادي ندوزو نشكلوا. غادي نبداو باول كره اللي شكلناها، وغادي نجيب المطلق ديالي وغادي نطلقها مزيان. انتم غادي تشوفوا هذا هو الحجم ديالها، السمك ديالها اللي كخصو تكون فيه. من بعد غادي ندوز نشكلها بهذه الطريقه هذه، بحال اللي غادي نكونوا كنعدلوا واحد الطبيصل هكذا. الوسط ديالو نقدروا نعملوا فيه ديك الحشوه ديال الدجاج باش ما تخرجناش من الجوانب. صافي من بعد ما غادي نعدلوهم غادي ننزلوهم في الصينيه ديالنا ديال الفران، ما نتقموهم حتى شي حاجه، وغادي ندوزو نعملوا فيهم ديك الحشوه ديال الدجاج. حاولوا انكم توزعوهم على السطح، يعني ما يبقاو لكمش شي بلايص خاويين فيها. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معايا انا غادي ندوز هنايا غادي نعمر العجينه ديالي كامله. وهانتوما انا عدلت لك 4 ديال القطع ها هما. صافي دابا غادي ندوز غادي نعمل لهم جبن موزاريلا. بالنسبه للجبن خصكم يعني تكونوا كرامين في الجبن باش كتجي ديك الجبن فاش كيذوب في الفران كيجي كيحمق. في هذه الاثناء كيكون عندي الفران مسخن على 170 درجه من الفوق من التحت. هانتوما كيف كتشوفوا معايا كندخلها الفران. انا داز معايا 25 دقيقه بالضبط، وهذه كتكون النتيجه كتكون خطيره والمذاق كيكون اخضر. واش غنقول لكم، ما يخليوهم كلشي كتجي روعه.